حط لايك واكتب في الكومنتات انوي ان استقبل الطاقة. يلا كده نشوف ليه حبيبك بيتجاهلك، ليه بارد معاك، ليه مش بيكلمك، ليه حبيبك بيتجاهلك في الوقت الحالي. بعد كارت الشيطان في الوش انتوا وشكوا عسل. ليه حبيبك بيتجاهلك في الوقت الحالي؟ والله ليه حبيبك بيتجاهلك في الوقت الحالي؟ يعني الأغلبية الشخص ده صدع من عتابك، كلامك الكتير، ان هو مقصر في العلاقة لانه عارف ان هو مقصر في العلاقة. الشخص ده عقلاني جدا ومش بيحبك قوي، وشايف ان في حاجات كتير اهم منك في العلاقة. شايفاه يعني مش عارف يوازن بينك وبين شغله او حياته، فعشان كده اضطر ان هو يبتعد عنك لانه شايف ان ده لمصلحته في الوقت الحالي. لان حد قلنا يعني بيفكر بعقله، عملي جدا وذكي وميحبش يضيع وقته. يعني شايفاه رافض يكلمك في انت ممكن بتبعت له رسائل كتير وهو اتخنق من كتر الرسائل الكتير اللي انت بتبعتها له. شايفاه كمان ليه الشخص ده بيبتعد او بيتجاهلك؟ الشخص ده ممكن متزوج اوريدي وليه حياته الخاصة، فهو اختار الزوجة في الوقت الحالي واموره ماشية وحياته ماشية بيك او من غيرك، فعشان كده مش بيطاردك بقوة، او يعني انت مش حاجة اساسية بالنسبة له، انت حاجة يعني ايه، بديل او احتياطي. يعني عنده حد تاني غيرك اوريدي. ده للاشخاص اللي هو عارفين ان حبيبهم متزوج. تمام. طيب الاشخاص اللي هو اصلا حبيبك مش متزوج، ايه السبب تجاهله ليكي؟ هو قلنا هنا نقص المشاعر، نسبة حبه ليكي 40%، بيحس بطاقة ملل، بيتعامل بالعلاقة مع يعني بعقله، وعشان انت بتبعتي له رسائل كتير وبتواصلي معاه كتير فهم دماغك وعارف كل حاجة، مبقاش عنده اي فضول اتجاهك. ما بيحس بطاقة انجذاب جسدي قوية او شغف بيجيلك، غير كده بيبعد. فخلي بالك انك ما تبقيش بتتكلمي معاه كتير لدرجة انك اصلا تبقي كاشفة كل حاجة بالنسبة له، وما يحسش بأي فضول انه يعرف اي حاجة عنك، ويحس انك بتصدعيه. الحاجات دي كلها هي اللي خليته يبعد. ان انت اهتميتي زيادة عن اللزوم، اتكلمتي كتير في العلاقة، فده حسسه انه عارف كل حاجة وما عندوش فضول يعرف اي حاجة.